السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أعزائي يوتيوب بلا كذوب. غادي نقرا لكم واحد المقال هنايا ديال عمر اللامين عن عن السي الجواهري، الرئيس ديال الأبناك هسبريس. دابري هسبريس وي غادي ينتقد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب جودة الاستقبال والخدمات في الوكالة التجارية البنكية، حيث نقل عبر مراسل إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBPM معليناش تنامي منسوب الشكايات الواردة عن زبائن في مواجهة بنوك، مؤكدا تذمرهم من المعاملات التي يلقونها من قبل موظفي المؤسسات البنكية. وأوضح الجواهري في المراسلة التي اطلعت عليها هيسبريس أنه تمت إثارة هذه الملاحظة أيضا إبان الاجتماعات التي نظمها البنك المركزي خلال الشهر الماضي مع مركز الوساطة البنكية وممثلي مختلف الفيدراليات المعنية بحماية حقوق المستهلك. المغرب. عبد اللطيف الجواهري، الوكالة البنكية. الجواهري ينتقد جودة الخدمات والاستقبال في الوكالة التجارية البنكية. هذه موجب غير نوت زعما صيفط عطيتها لكم في هذا الفيديو باش نعرفوا هذا الشيء اللي كاين اللي كيجرى في هذا الاستقبالات ديال الابناك. كاين الابناك اللي كيكونوا محترمين، ولكن كاينين شي بعض الابناك. ها هو دابا السي الجواهري براسو دار هذا المقال هذا، وهو دابا هو مؤكد، يعني مقال ديال هيسبريس مقال مؤكد زعما صحيح، ما كاينش مفهوم مفبرك ولا شي حاجه ولا كذبوا ولا شي حاجه. المهم هذا الشيء راه صحيح. عندكم الله يوتيوب بلا كذوب. استقبلونا المره الجايه في فيديوهات اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، وقت ما كاين شي خبر جديد متعلق بالمواطنين باش ما كان نعاودو نديرو لكم دي فلاش بحال هكايا، دي هاشتاغ، دي فيديو صغار، ما عليناش باش نخبركم على كل من كل التطورات ان شاء الله الرحمن الرحيم. ساهموا معنا، شاركوا في القناة يوتيوب بلا كذوب الحاج تامي بن عمر. وقت ما بغيتوني انا موجود، صيفطوا لي دي لايك، ديروا دي لايك، دي ميساج، شاركوا معايا في القناة فضلا وليس امرا. والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. دمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.